يا مساء الفل، ازيكم؟ قبل اي كلام صلى على الرسول الحبيب، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ونسمع المشكلة. واحدة بتقول انا متجوزة ومخلفة وبحب جوزي جدا جدا جدا، مخلفة اولاد، يعني انا في منتهى السعادة. المهم، انا كان ليا قصة مع شاب واحنا صغيرين بقى في سن المراهقة. تعرفين البنات بتبقى في سن المراهقة بيبقى ليها تجارب، يعني لعب عيال، يعني حاجات كده. مراهقة. تعرفت على شاب وحصل بينا قصة حب كبيرة جدا جدا، وقال لي أنا بحبك جدا وهخطبك، الكلام ده كله. ما تعرفوش حصل ايه؟ ما حصلش نصيب ما بينا، وكل واحد راح لحاله، بس أنا ما اتخطبتلوش. ده قصة كده زي البنات المراهقات اللي بيبقى لها قصة حب مع شاب كده، قصة في منتهى الاحترام، بس كل واحد راح لحاله، ما عدتش عارفة عنه أي حاجة. المهم، جالي شاب محترم جدا واتخطبت له، واتفاجئت ان اللي انا كنت بحبه ده متجوز اخته، اخت خطيبي. انا اتفاجئت وهو اتفاجئ. اتجوزت وخلفت وعشت معاه احلى ايام حياتي، بحبه جدا، عينيا ما بتشوفش غيره. بحكم بقى ان احنا كلنا اسرة واحدة، ده جوز اخت جوزي، وانا مرات اخوها، يعني بنتقابل كتير وبنشوف بعض كتير، بنبقى قاعدين مع بعض كلنا. بيهتم بيا قوي قوي قوي. اكون عايزة مثلا شاي، قهوة، اقوم اعمل حاجة، يسبق ويعملها لي، ومهتم بيا. ساعة ما يشوفني بيبقى زي المجنون. وعمتي اخت جوزي اللي هي مراته حست وبدأت تغير، قالت له ايه بقى اهتمامك الزيادة ده مع مرات اخويا؟ مش تحترم نفسك؟ الموضوع الاستاذ حكى لها كل حاجة. قال لها دي حبيبتي وحبيبة عمري، قصة حب كبيرة بيني وبينها، وكنا هنتجوز. وانا رحت في مكان وهي في مكان وما اتجوزناش، بس عمري ما نسيتها وعمري ما راحت من بالي. والاستاذ معاه كذا صورة انا وهو محتفظ بيهم من ايام زمان للذكرى. ورالها الصور، ولقيت بتكلمني وبتقول لي ازيك يا مرات اخويا، اخبارك ايه؟ انا ما اعرفش ان انت كنت سايبه كده، حبيبه تقيله، كنت بتحب جوزي، قصه حب بينك وبينه. قلت لها بقول لك ايه، حاسبه على كلامك واحترمي نفسك. انا ما بحبش غير جوزي، وعناية ما بتشوفش الا جوزي. عارفه جوزك ده ما يجيش في سوق الرجاله بشيلن. الضافر اللي يتقص من جوزي ب100 من جوزك، واحترمي نفسك. قالت لي ده انا معايا صور ليكي، وليا قاعده بقى مع اخويا عشان افرجه على الرسايل والخروجات والفيديوهات والصور. قلت لها انا ما بتهددش، اعملي اللي تعمليه. طبعا الاستاذ في كل مقابله فضح نفسه، ساعة ما يشوفني كأني شاف الدنيا، نظراته، ابتساماته، حركاته، تصرفاته بتخلي الكل يخلي باله وياخد باله. وأنا مش عارفة أعمل إيه. والله أنا لما شفته مشاعري ما اتهزت. خلاص، دي صفحة واتقفلت، ما عدلهاش وجود في حياتي. حتى ساعات اقول لنفسي اقارن جوزي بيه، اقول له انا كنت بحب ده في يوم من الايام، هو انا كنت ما بشوفش؟
ده ما عنديش اغلى من جوزي، ده جوزي دول بالدنيا وما فيها. فهي بتقول اعمل ايه؟ اقول لجوزي؟ طبعا هي هتفضل ماسكاها لي زله بقى. انا فهماها، ماسكاها لي زله علشان ابقى تحت امرها في كل حاجه. هي كده كده من غير حاجه بتغير مني. امال لما عرفت ان انا كنت